السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم، ويلا بينا بسرعة عشان نقيم أو نتكلم عن برنامج رامز إيلون مصر. في البداية فكرة البرنامج هي بتتكلم عن إن رامز جايب إنسان آلي أو بيعمل نفسه إنسان آلي، ولكن هو في المجمل انا عن نفسي لما دخلت البرنامج الاغنية ما فهمتش منها اي كلمة، وتحس كده المونتاج بتاع الفيديو مش مصروف عليه اكتر من 250 جنيه يعني مع اضافة يعني. والكلام اساسا بتاع البرنامج انا ما فهمتش اغنية التتر بتاعت البرنامج ما فهمتش منها اي كلمة. في البداية رامز جايب الفنانة آه، نوال الزغبي ولاعب الكرة السعودي مش عارف مين، انور محمود انور ولا محمد انور. وجايب الضيف بتاع النهاردة اللي هو الفنان احمد العوضي. بيبتدي طبعا البرنامج بشوية لذاذة ولطافة من الفنان رامز جلال على الضيف طبعا اللي هو احمد العوضي. قعد يستلطف ويلطف ويهزر طبعا احمد العوضي الله اعلم هو كان عارف انه هيتعمل فيه المقلب ده ولا ما كانش عارف، بس في اعتقادي الشخصي يعني ان احمد العوضي كان عارف، ولكن هو ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل داخل البرنامج. المهم بيصيعوا عليه وعلينا ان هم بيقدموا برنامج خاص بالمواهب، بيجيبوا واحد كده بيرفع خشب وواحد تاني مش عارف بيعمل ايه المهم عدي 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 لحد ما بيطلب الراجل اللي هو الياباني ده اللي هو مخترع الانسان الآلي ان الضيف يدخل يقعد على الشازلونج ولا الأريكة اللي حاطينه دي، ويبتدي رامز جلال هم اللي اتعاملوا تقريبا في برنامج اللي هو الحلقة اللي هي السيزون قبل اللي فات اللي هو مش عارف مش فاكر كان اسمه ايه رامز كان ايه يا ربي، والله ما فاكر. اللي هو يقعد يكهربوا على الكرسي ده ومش عارف ايه، نفس الفكرة. ما عملش حاجة جديدة، ولكن انا اللي مستغرب له يعني في الموضوع رد فعل احمد العوضي قاعد على الكرسي زي الكرسي يعني مش قاضي مصلحة يعني مش عارف ايه وبتاع. فين الاكشن وفين فهد البطل وفين مش عارف على الله حكايتك وفين يا عوض؟ انت مالك مرة واحدة كده قلبت كيوت؟ ولا هو الكتمنص اللي كان اللي اداهولك رامز في الحلقة كان كويس. عموما حلقة النهاردة او البرنامج بشكل عموم في العموم يعني انا عن نفسي مش ما ضحكنيش، ما فيهوش الإثارة والتشويق والمتعة. ما يعني مش عارف، حاجة كده منتهى البيض، حاجة كده منتهى الأومليت، حاجة كده الله يرحمك يا حسين يا إمام، الله يرحمك يا إبراهيم يا نصر الكاميرا الخفية. حسين إبراهيم نصر كان زمان بيعمل برنامج ب7 جنيه ونص كاميرا خفية، كان بيضحك طوب الأرض وكان الوطن العربي كله بيقعد يسمعه. أنا مش عايز أظلمه ومش عايز أحكم عليه من أول حلقة، لعل وعسى الحلقات الجاية يكون فيها حاجة جديدة. بس أنا بالنسبة لي حلقة النهاردة في العموم 3/10. ما ضحكتش، ما ضحكتش، والله العظيم ما ضحكت. بالعكس كنت قاعد كده فيها كمية سآلة كده يا جدع. يا ساتر يا رب، في شوية سآلة كده يا سلام. ويسألوا على ياسمين عبد العزيز ومش ياسمين عبد العزيز مالها، ياسمين عبد العزيز هتفرح فيك وياسمين. طب راعي شعور الولية يا عم، راعي شعور الولية. إذا كان هو يعني أنت شايفه راجل جبلة وبارد ومش عارف إيه، راعي شعور
استاذ ياسمين عبد العزيز. بس هتقول ايه، هو عايز يريتش وياخد مشاهدات والدنيا تبقى عالية عنده كده. ده رامز كل سنة يجي يعمل شوية هبل ياخد اعلى مشاهدات، وسبحان الله هو رزقه كده. ما علينا. النهارده زي ما قلت لكم حلقة رامز انا تقييمي ليها 3/10. وانا والله العظيم خدمه في 1.5 من 10. في النهاية اشوفكم دايما على خير، ومنوريني ومنورين قناتكم، قناة محمد كريم، ورمضان كريم، الله اكرم. استنوني كل يوم على قناتكم، قناة محمد كريم. باي باي.